لما بتتعرض لموقف بيستفزك في الشارع، ايه رد فعلك الطبيعي؟ او لما عربيتك بتتخبط من واحد في الشارع، ايه رد فعلك الطبيعي؟ اي واحد دلوقتي بتلاقيه بينزل متنرفز، وتلاقيه عايز يخبط عايز يضرب اللي قدامه ويبين ان هو اللي معاه الحق، وبيتكلم بكل عنجهية ومش فارق معاه. انما الحقيقة ان الناس متأثرة بالمسلسلات جدا، خصوصا المسلسلات اللي بتنتشر في رمضان. طبعا انا مش هذكر اسامي مسلسلات معينة، لكن عايز اقول لك ان المسلسلات دي اللي بتخلينا نطلع العنف او نطلع طريقه رد فعلنا ساعه ما نيجي نعمل حاجه معينه، خصوصا لما تبقى الحاجه مثلا غضب. مثلا احنا هنتكلم عن الغضب بشكل اكبر، هتلاقي انك بتتصرف بعنف، بتتصرف بطريقه مش كويسه. تيجي تتصرف، تشوف الممثل لما يجي يتصرف تلاقيه بيضرب اللي قدامه، تلاقيه بيديله بالشلوت، بيديله باللوكميه، مفيش اي تفاهم، مفيش اي لغه حوار رايحه جايه بين الاتنين. ما سالتش نفسك ايه الحاجه دي، او ليه بتحصل دي، او ليه انا بتصرف تلقائي بالشكل ده؟ بتتصرف تلقائي بالشكل ده يا بطل لان انت في حاجه، ظاهره اجتماعيه اسمها البرهان الاجتماعي. البرهان الاجتماعي يعني ايه البرهان الاجتماعي؟ البرهان الاجتماعي ده بيحصل لك لما انت تدخل، بيبقى ما عندكش خلفيه عن رد الفعل اللي المفروض تعمله ساعه ما يحصل لك الكلام ده. انت تعرضت الموقف ده المفروض انك ليك رد فعلي عليه، فتقوم تلقائي يجي في مخيلتك اللي حصل في المشهد الفلاني اللي حصل فيه نفس الموقف بتاعك ده، تقوم تنزل تتصرف زي ما الراجل ده بيعمل، وبالتالي تتصرف بنفس الطريقة اللي بيعمل بيها الراجل ده، تضرب، تشتم، تعمل بهادل ومصايب. في حين ان الموضوع بسيط، انت ممكن تتصرف بطريقة عقلانية اكتر من كده. فانت دلوقتي لما بتخش على اي مجتمع جديد، المجتمع ده انت بتتاثر بيه بشكل تلقائي. ليه؟ لان هم لما بيجوا مثلا يعملوا مناسبات معينه، او لما يعملوا حاجات معينه، برد فعلهم الطبيعي انت بتحفظه اوتوماتيك، بتحفظ في عقلك اللاواعي. زي انك مثلا لما تيجي تشوف واحد على التلفزيون بيسلم على واحد يقول له ازيك يا فلان عامل ايه، انت لو انت مش عارف انت المفروض بيتقال ايه في الموقف ده، فانت هتقعد ساكت. شوف انت واحد لما يجي مثلا من الارياف يجي لمنطقه حضريه ويشوف الناس بيتعاملوا ازاي، هيقولوا انت شكلك من الريف. ليه شكلك من الريف؟ لانه ما بيتعلمش الحضاره، او ما بيتعلمش الاسلوب المتحضر، او ما عندوش الثقافه اللي بتتولد نتيجه ان هو بيتعامل مع الناس دي. لما تيجي تسافر من بلد لبلد، من مكان لمكان، انت باسلوبك بيتغير، حياتك بتتغير لان انت تاثرت بيهم. خلينا نضرب مثل على المثل ده عمله الدكتور روبرت سيالديني في كتابه اسمه التأثير. التجربة دي عبارة عن ايه؟ خلى لص او واحد يمشي في الشارع يقول بصوت عالي لص، او يقول حرامي. المفروض رد الفعل الطبيعي لاي واحد يتقال عليه حرامي في الشارع الناس تجري وراه تضربه وتبقى عايزة تعمل وتسوي فيه. لكن عشان يثبت ان رد فعل الناس متوقف على حاجة هم اتعلموها، خلى اتنين ماشيين في الشارع ويجي واحد جنبهم ينادي ويقول حرامي، المفروض ان هم رايحين يضربوا الحرامي، يخلي اتنين تانيين ماشيين جنبهم يقولوا لهم سيبوكم من الراجل ده بيقول اي كلام، ويكملوا في طريقهم عادي جدا. وسجل ملاحظاته على التجربة دي، لقى ان الناس بتسمع بكلام الناس اللي ماشية دي وبتكمل في طريقها وكأن الحرامي ده ما عملش حاجة. اثبت من التجربة ان تأثير الناس عليك او تأثير الكلام عليك بيخليك بتاخد بسرعة المعلومة من غير ما ترجع للمصدر او تعرف ان هي صح ولا غلط. فتيجي واحد خبير في التلفزيون يقول لك ده خبير تجميل، ده خبير مش عارف ايه، يقول لك معلومه فلانيه في حاجه معينه، فانت اوتوماتيك تصدقها لان التلفزيون بيخدعك، او لان السوشيال ميديا تخدعك بالحاجات اللي بتظهرها. لما لازم تدور بنفسك، لازم تعرف المصدر الموثوق اللي انت رايح له عشان ما تتخدعش بالاوهام اللي بتتعرض لك، لانك هتبقى تلقائي بتروح ناحيه الحاجه دي. هي حاجه طبيعيه ان الواحد ياخد الحاجات دي ويصدقها على طول لانه بيكسل، لكن ما تخليش عاده الكسل دي جواك دايما. لازم تعرف انت رايح فين وجاي منين، ما تبقاش مقلد، يبقى عندك الشجاعه انك تعمل زي كده. العالم كوبرنيكوس لما جه يتكلم عن نظام المجموعه الشمسيه في سنه 1400، الفكره السائده في الوقت ده كله ان الارض هي محور الكون. ولما تيجي تكلم اي حد تقول له ايه هو محور الكون في الشارع، راجل عمي كده تساله تقول له ايه محور الكون، يقول لك بكل بساطه الارض محور الكون. انت ازاي ما تعرفش المعلومه دي؟ اتكلم على ان حاجه بديهيه. طب قول له اثبت الكلام ده، هيقول لك تعال نقف في الشارع، بص على الشمس ازاي بتروح وبتيجي، بص على القمر ازاي بيروح وبيجي النهار والليل. فكلامه انت تصدقه انه منطقي. جه العالم كوبرنيكوس وقال لك، اثبت بالتجربه والبحث الدقيق ان الارض مش هي محور الكون. الارض مش محور، ما طلعتش محور الكون.
اثبت لهم ان الارض، طبعا هو اتعذب واتبهدل عشان يثبت لهم الحقيقه دي، رغم ان هم اعترفوا بعد ما موتوا بالحقيقه دي، الا انه كان عنده الشجاعه انه يثبت ان كلامه صح، وطلع كلامه في الاخر صح. زي الموضه بالظبط، الموضه لما بتطلع بتبقى مفرقعه في الاول، ويبقى الناس يجي تاني مرحله ليهم ان هم بيستنكروا الفعل ده. تالت حاجه بيجوا لما الفعل ده ياخدوا عليه والدنيا تبقى ماشيه، بيقول لك ان الوضع ده بقى طبيعي بديهي. شايفه لابس ضيق، ده بديهي، لكن هو ما كانش بديهي في الاول، الناس كانت مستنكره. العالم الالماني الفيلسوف شوبنهاور قال حقيقه بتمر بثلاث مراحل. الحقيقه عامه بتمر بثلاث مراحل. اول حاجه بتكون موضع سخريه من الناس، تاني حاجه بتكون موضع للنقد الشديد، وثالث حاجه بتبقى في النهايه بيتم تقبلها على انها عاديه وما تحتاجش دليل، الناس بتصدقها وبتبقى حاجه بديهيه. انت ازاي ما تعرفش الحاجه دي؟ لكن لما تيجي تدور وراها وتدور في الاساس بتاعها ما بتلاقيش ان ليها اساس من الصحه. دي اسمها القناعه الزائفه، انت مقتنع بحاجه غلط. يعني مثلا فوربس سنه 1991 نزل مقال يحدد معدل بيع السيارات الامريكيه والبيع السيارات اليابانيه في امريكا. المقال ده قال لك ان البائع في امريكا بيبيع 100 سياره في السنه يابانية، وبيبيع 13 سيارة أمريكية في السنة. في نفس السنة دي برضو بيتباع 13 سيارة أمريكية. المقال ده خلى الباحثين في مجال الاقتصادي يدوروا ورا الموضوع ده، أو يدوروا ليه الناس بتشتري العربيات الأمريكية أقل من العربيات اليابانية. لما دوروا لقوا إن الأمريكان عندهم قناعة إن المنتجات اليابانية أحسن جودة من المنتجات الأمريكية، في حين للمنتجات نفس، يعني المنتجات الامريكيه لما تيجي انت نفسك لا تعرف ان المنتجات الامريكيه واليابانيه حاجه كويسه. المنتجات اليابانيه الناس واخده فكره انها كويسه ليه؟ بيقول لك ان اليابانيين اساسا بعد الحرب العالميه الثانيه جم سنه 1950 كانت عندهم القاعده الصناعيه لكل المنتجات بتاعتهم بايظه. قام الامريكان بعتوا لهم خبير مهندس اسمه المهندس فيلمينج ديمينج. المهندس ده حط لهم اساس الجوده في كل حاجه، حط لهم 14 اساس للجوده. الاسس دي لما حطها ليهم علمهم ازاي يمشوا عليها وازاي يطلعوا يهتموا بالمنتج اكتر من اهتمامهم بالفلوس، لان اهتمامهم بالمنتج ده هو اللي هيجيب لهم فلوس في الاخر. وفضلوا يمشوا على الكلام ده في جميع الصناعات، لدرجه ان في جايزه في اليابان اسمها جايزه فيلمينج ديمينج، ودي جايزة الشرف لأي شركة بتوصل بمنتجات الجودة ليها لل 14 قاعدة اللي حطوهم فيلمينج. وابتدوا على مدار 20 سنة يهتموا بال 14 بند دول، لغاية لما بقوا في الآخر يتميز اليابانيين تحط كلمة ياباني جنبها جودة، ياباني يبقى جنبها جودة. حتى أكبر الشركات العالمية دلوقتي ملتزمة بالحوار ده. لما الأمريكان لقوا الوضع زي كده، لقوا المنتجات اليابانية ذات جودة، دوروا على السر، لقوا ان السر في المهندس فيلمينج ديمينج اللي هم بعتوه اساسا لليابان يعلمهم الصناعه. قاموا جابوه عندهم في شركه فورد الاول وابتدى يعلمهم خلال 3 سنين ازاي يرفعوا من منتجاتهم، لحد لما بقوا بعد كده رواد الصناعه في امريكا، وابتدت الصناعات تقريبا تبقى زي بعض، الياباني زي الامريكي. ولكن فضل مستمر عن اليابان خلال العقود اللي بعد كده ان هم بيمتازوا بالجوده. فلما يجي واحد امريكي يشتري عربيه بقى يعتمد على ايه؟ القناعه الزائفه اللي عنده ان هي ياباني وبس، رغم ان الياباني زي الامريكي. فالقناعات الزائفه دي هي اللي بتوصلك انك مش بتاخد قرار مش مدروس، بيبقى عندك في الاخر برهان اجتماعي بناء على المجتمع اللي حواليك. المجتمع اللي حواليك قالك ان الحاجه دي صح فانت مشيت وراها، سواء هي كانت صح او هي كانت غلط لازم تدور على الاساس بتاعها، ولازم يبقى عندك انت في الاول وفي الاخر القرار بتاعك ان يقول الحاجه دي صح او الحاجه دي غلط. ما تعتمدش على المسلسلات بس، المسلسلات تاثيرها كبير قوي على ردود افعالنا. لازم تقرا وتعرف انت المفروض في الموقف ده يحصل ايه. المفروض انا لما اشوف واحد بيسرق قدامي المفروض اعمل ايه، تعرف المنطقي وتعرف البديهي اللي المفروض يحصل. ليه؟ لان انت زي ما بيقولوا اخذ الحق صنعه. ما تجيش تبقى متعصب ومتنرفز وتبهدل الدنيا وتكسر كل حاجه وفي الاخر ما تعرفش لا تاخد حق ولا باطل، لان انت شفت المشهد. انت المفروض لما تاخد حقك بتاخده بالطريقه زي ما بيقولوا بالطريقه، مش بحاجه عشوائيه نابعه عن عاطفه. المسلسلات والافلام زي ما بقولنا او السوشيال ميديا بتعتمد على العاطفه في الانتشار اكتر من اعتمادها على المنطق والدليل. اخر سؤال عايزين نساله في الحلقه، انت قول لي هل تعرضت لموقف وخدت فيه رد فعل بناء على المنطق غير فعلا حياتك، اتغيرت فعلا نتيجه انك خدت قرار منطقي، خدت قرار سليم
اكتر من انك اعتمدت على موقف حصل في المسلسل فكنت عايز تعمل رد فعل زيه؟ يا ريت تقول لنا في الكومنتات، وتعمل لنا لايك لو في معلومه فادتك خلال الفيديو ده كله، وتعمل شير برضه عشان تخلي المعلومه تنتشر في كل مكان، وسبسكرايب عشان تدعمنا في القناه.